في عرض جديد معروض على مصر وعلى المصريين علشان نوافق على موضوع تهجير أهلنا الفلسطينيين سواء إلى سيناء أو داخل المدن المصرية. العرض ده منشور فين؟ العرض ده منشور في مجلة نيويورك تايمز وصادرة من ساعات. تقرير بيتكلم إن في جولة مفاوضات جديدة. مين اللي بيقود الجولة دي؟ وزير الخارجية الأمريكي بنفسه أنتوني بلينكن. مين اللي بيساعده في الضغط على مصر؟ بعض الدول العربية، دول خليجية، علشان نوافق على الصفقة دي. طيب ايه العرض اللي اول مرة يتنشر بالتفاصيل وبالارقام؟ قال لك اولا اسقاط كل الديون على مصر، ثانيا من 40 ل 50 مليار دولار كاش تاخدهم مصر في ايديها، ثالثا هيكون في 1.5 مليار دولار كل سنة امريكا ودولة الكيان بيدفعوهم لمصر علشان يوافقوا على الصفقة دي. طيب انا قلت لحضراتكم قبل كده ايا كانت العروض اللي هتقدم للدولة المصرية علشان توافق على الصفقة دي فهي مرفوضة ولو في مقابل كنوز الدنيا كلها. طيب ليه؟ رخامة عند؟ لا ابدا، ده امن قومي مصري. ليه؟ اول ما دولة الكيان والغرب يتحصلوا على قطاع غزة خالي من أهله هيتم إنشاء الطريق البديل عن قناة السويس اللي هيجي من الهند ويمر بالدول العربية اللي بتضغط على مصر دلوقتي اللي هي صاحبة المصلحة، تمام، ان الطريق ده يمر من عندها لغايه ما يوصل لغزه اللي هيكون ليها اسم جديد وهيكون فيها ميناء جديد تابع لدوله الكيان. ده رقم واحد، يعني هنضحي بقناه السويس، فقناه السويس ثمنها لا يقدر بكنوز الدنيا كلها لاهميتها وللاموال اللي بتدرها على مصر والاهميه الاستراتيجيه اللي بتمثلها لمصر. طيب ايه تاني؟ أول ما غزة تفضى من أهلها المنطقة العازلة اللي بينك وبين دولة الكيان اللي فيها شعب وفيها مقاومة وفيها حق في الأرض والكلام ده تنتهي خالص، هتكون أنت حضرتك فقط العازل الاستراتيجي اللي بينك وبين دولة الكيان والخطر بقى مباشر وعلى حدودك، فطبعا ده برضو تهديد للأمن القومي المصري. باختصار الصفقة دي خاسرة وأي ضغوط تمارس على الدولة المصرية مرفوضة، وأي معلومات هتخص الكلام ده هبلغها لحضراتكم وفورا. وزي ما طلبت منكم من ساعات، أنا عايز المصريين دايما يكونوا قلقانين على مصر ومشغولين بيها ومتابعين كل شيء يخصها. موضوع قناة السويس، موضوع سيناء، موضوع التهجير، موضوع إنهاء القضية الفلسطينية، ده أمر مرفوض بالنسبة لكل المصريين ولا تهاون فيه.